السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم بقى عن الخاصية الجديدة اللي اسمها مارجن. هتكلم عن المارجن بروبرتي وإيه هي الانديفيدوال سايتس بتاعتها والشورت هاند بتاعها. تمام، واحدة واحدة إن شاء الله ونفهم الفكرة بكذا مثال بإذن الله. أنا عامل ديف عادي أهو، مجرد هكتب فيه بس كلمة مارجن مش أكتر، وهاجي بالسي اس اس أظبط كل حاجة واحدة واحدة. ممكن كنت عامل دي بس هنظبطها واحدة واحدة تاني مع بعض. اول الديف ده هديله ويدث وهاي بسيط مش اكتر، ويدث 200 يعني العرض بتاعه 200 والارتفاع بتاعه اقول له برده 200 بكسل، واللون بتاعك الباك جراوند كلر بتاعك اللي احنا درسناها او اللون البرتقاني. نشوف بس نعمل تيست على الشغل بتاعنا، ريفرش. تمام، ادي الايه الديف بتاعنا اللي انا مديله ويدث وهاي وكلمه مارجن موجوده جواه. تمام جدا. طيب لو عملت زوم شويه، تمام، عايز بقى اديله كلمه مارجن، الخاصيه الجديده اللي اسمها مارجن. اقول له مارجن مثلا 20 بكسل واشوف ايه اللي هيحصل. اعمل ريفرش، لقيت ان الديف اتحرك مسافه 20 بكسل من جميع الاتجاهات. طيب يعني ايه مارجن؟ قال لي مارجن بيعمل مسافه اراوند ذا اليمنت. الاليمنت بتاعك ده الديف، انا هعمل لك مسافات وايت سبيس حوالينه. لو انت قلت قيمة واحدة بس يبقى دي كده من جميع الاتجاهات، يعني من التوب ومن الليفت ومن الرايت ومن البوتوم. بعمل لك around the element، هوامش خارجية، يعني بقول لك ان انا هعمل هوامش كده من حوالين around the element مسافة 20 بكسل من جميع الاتجاهات. طيب لو جيت قلت له بقى نمسك واحدة واحدة في المارجن، لو جيت قلت له ان المارجن القيمة بتاعتك 20 بكسل، 15 بكسل، 30 بكسل، 18 بكسل. طيب لو جينا يعني فصلنا كل واحدة فيهم معناها ايه؟ قال لي ان اول واحدة لو جينا كتبناهم هنا واحدة واحدة، قال لي ان المارجن توب ممكن تكتبهم انديفيدوال كده. لو عايز تحدد الاتجاه بتاعك تقول له المارجن توب ده 20 بكسل. طيب المارجن رايت ده 15 بكسل. طيب المارجن بوتوم ده 30 بكسل. المارجن ليفت ده هيكون 18 بكسل. طيب اتوزعوا ازاي؟ قال لي عشان تفتكرها على طول شبهها بعقارب الساعه. اول قيمه بتبدا من التوب. عقارب الساعه ماشيه ازاي؟ بتبدا من مثلا الساعه 12، بعد كده 3، بعد كده 6، بعد كده 9. انت امشيها كده، 12 دي تبقى توب، 3 تبقى رايت القيمه يعني الثانيه تبقى رايت، القيمه الثالثه تبقى بوتوم، القيمه الرابعه تبقى ليفت. يبقى انا عملتهم فصصتهم واحده واحده. ممكن تقول مارجن توب اللي هي 20، المارجن رايت اللي هي 15، المارجن بوتوم اللي هي 30، المارجن ليفت اللي هي 18. طيب لو انا قلت لك بس 3 قيم، ده معناه ايه؟ ده معناه ان المارجن توب بقت 20 والمارجن بوتوم بقت 30 والمارجن ليفت والرايت بقوا 15، يعني دي كمان هتبقى 15، الليفت والرايت بقى 15. طب لو قلت لك قيمتين بس، القيمتين ساعتها هيبقى اول واحده التوب والبوتوم وتاني واحده الليفت والرايت. اول واحده التوب والبوتوم وتاني واحده الليفت والرايت. طب لو قيمه واحده بس يبقى كل الاتجاهات تبقى توب ورايت وبوتوم وليفت. تمام. طيب نعمل مثال كمان ونفهم واحده واحده عليه كده. انا قلت له مثلا مارجن توب بس هيمنع مارجن توب 20، فيعمل لك من التوب بس 20. طب لو قلت له مارجن ليفت بس هيحرك لك المارجن ليفت اللي هي يعمل لك مسافه اراوند ذا اليمنت من اتجاه الليفت فقط، فيعمل لك من اتجاه الليفت بتاعه مسافه 20. تمام. لو عايز بقى بوتوم ورايت زي ما انت عايز. طيب نيجي نعمل مثال كمان. مثلا هاجي اقول مثلا باراجراف، واقول مثلا جوه الباراجراف ده برضو كلمه المارجن، وهاجي اعمل اللي هي الباراجراف ده برضو اديله ويدث وهاي، اقول له الويدث بتاعك مثلا 200 بكسل برضو والهاي 200 بكسل، اظبط طبعا 200 بكسل، والباك جراوند لون مثلا زي اللون الاخضر، باك جراوند كلر، اللون طبعا كلر الكلر اللون اللي هو اللون الاخضر. وبس كده عشان نفهم الفكره. تمام جدا. ادي اللي الباراجراف بتاعي. دلوقتي انا عايز الباراجراف ده يعني المساحه، يعني الحته الجزئيه البيضاء دي تبعد شويه. ممكن قدامك حلين، يا اما تدي للمارجن للديف ده، يعني تدي مارجن للديف ده بس مارجن ايه؟ مارجن بوتوم، تقول له المساحه اللي تحتيك ابعد شويه 20 بكسل. اعمل ريفرش هتلاقي المساحه دي بقت 20 بكسل. ممكن نكبرها عشان تبقى واضحه، 40 بكسل، هتلاقي بعد مسافه 40 بكسل. يبقى المارجن بيعمل مسافه الراوند، يعني اخر الديف ده هنا الحته دي، هعمل بقى الراوند عليك مسافه حوالينك.
وايت سبيس، فتعمل ايه؟ اللي هي المسافه دي بقت 40 بكسل. طب ممكن اعمل حل تاني؟ ممكن تدي مارجن لو عملت ريفريش هيرجع زي ما هو. لا، هعمل مارجن للباراجراف، بس مارجن ايه؟ مارجن توب، عشان يتحرك من الحته التوب دي. اقول له برده 40 بكسل، هيعمل نفس الفكره بالظبط. على المسافه هتلاقي دي برده 40 بكسل، عشان انا بقول له مارجن توب للباراجراف ده يعمل مسافه حواليك بس من اتجاه التوب بس 40 بكسل. طب لو انت عايز تعمل الباراجراف برده مارجن ليفت، فتقول عادي مارجن ليفت، تقول له 40 بكسل، فيعمل لك مساحه الراوند الاليمنت اللي هو الباراجراف من اتجاه الليفت 40 بكسل، فالحته دي تكون 40 بكسل. تمام جدا. طيب لو جيت بقى انا عايز استخدم كده، عرفنا الانديفيدوال اللي هي مارجن توب وليفت ورايت وبوتوم، ممكن تحدد اللي انت عايزه. عايز بعمل الشورت هاند اللي احنا كتبناها من شويه. لو انت عايز مثلا تحدد كل الخصائص دي مره واحده، تقول مثلا المارجن بس، وتحدد بقى اول قيمه ل 20 بكسل دي هيبقى من التوب، تاني قيمه 30 بكسل دي هتبقى من الرايت، تالت قيمه 50 بكسل دي هتبقى من الايه؟ من الليفت. مفيش سيمي كولون بين العناصر، هي مره واحده بس سيمي كولون. تالت قيمه مثلا 60 دي هتبقى منين؟ من الليفت. يبقى تاني توب رايت بوتوم ليفت. عايز تعمل بس 3 قيم يبقى توب رايت وليفت البوتوم. عايز قيمتين بس يبقى توب وبوتوم وليفت ورايت. لو عملت كده ريفريش، هعمل ريفريش هلاقي ال 20 من فوق ومن تحت ومن على الشمال بقت 30، وبرده من ناحيه اليمين بقت 30 بكسل. تمام جدا. لو جينا عشان نجرب حته اللي هي حته واضحه تبقى من على اليمين عشان مش واضحه، عشان المساحه طبعا دي بيضه كبيره، ممكن اعمل مثال صغير بس كده عشان نفهم الفكره. هقول ده الفلوت بتاعك، مش مشكله دلوقتي يعني ايه فلوت ليفت، واعمل ريفريش وهدي ده كمان برضو كلمه فلوت ليفت. تمام جدا. ونفهم فكره اللي هي المارجن الليفت الرايت قصدي. طيب انا هشيل المارجن ده دلوقتي واعمل ريفريش، وهشيل المارجن اللي هي فين. طيب تمام مش مشكله. الفكره دلوقتي الحته دي طبعا عشان مارجن وبادنج كده مش مشكله، انا عايز اعمل لده للديف ده مارجن رايت عشان ده يبعد عنه شويه، فاعمل مسافه الكلمه يعني ابعد الديف ده عن الديف ده، فتقول مارجن ايه؟ تقول مارجن رايت. مارجن رايت 50 بكسل، فيعمل لك مساحه الراوند الديف ده من اتجاه اليمين 40 بكسل، فيبعد عنه كده. الحته دي بقت 40 بكسل. او ممكن تعمل للباراجراف ده مارجن ليفت على شماله، عايز مساحه الراوند على شماله تبقى 40 بكسل، فيعمل لك نفس الحركه بالظبط. يبقى الفكره دي عشان المارجن رايت عشان كانت مساحه ابيضه كبيره فمش واضحه، فممكن تعملها بالحته دي عشان عملناها بالمثال ده عشان تبقى واضحه اكتر. تمام جدا. يبقى المارجن باختصار تاني هي بتعمل مسافه الراوند ذا اليمنت بتاعك، وتحدد الانديفيدوال بتاعك سواء انت عايز رايت او توب او بوتوم او ليفت. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.